السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاعد من 3 أيام أسمع أخبار إنهم يبوا يطلعوا ثورة ضد جماعات الحوثي الإرهابية في صنعاء. أوكي، أنا معاكم، وأنا دايما مع صوت المظلومين، مع الغلابة، ومع الناس اللي يبحثوا على حقوقهم. أنا دايما أدعمهم وأيدهم، لكن ستخرجون على جماعة الحوثي الإرهابية وستسقطوها، لأن الحوثي هاش جدا، ومن أول خروج للشعب راح يسقط. لأنه عندما يخرج الشعب اليمني خروج يبحث على حقوقه الأساسية، ما راح الحوثي يصمد يوم بوجه الشعب، لأنه الشعب أقوى من كل شيء. لكن السؤال الأهم الذي تساءل به نفسي هو: من سيمسك السلطة؟ رشاد والسبعة الآخرين، 7 وثامنهم كلبهم، مش قادرين يديروا دكان في عدن.